النهارده يا شباب رابع مرة أروح للبوليس الفدرالي عشان إقامات عملاء دوم وسافروا على بلدهم وعملوا توكيل عشان أستلم الإقامات. دي رابع مرة، كل مرة أمشي حوالي 60 كيلو عشان أروح البوليس الفدرالي. فيلا نتابع القصة مع بعض. احنا كده في طريقنا لبع البوليس الفدرالي، مبنى البوليس الفدرالي هناك اهو اللي هو البني ده. شوف بقى السيد ده بياخد مخالفات بس عادي بقى. النهارده يا شباب في عملاء جت قبل ما تيجي في شهر 6 اللي فات. قبل ما يجوا كنت خرجت لهم السي بي اف الحمد لله، واخدت لهم ميعاد في البوليس الفدرالي بعد وصولهم ب6 ايام. فجم خلصوا مصلحتهم هنا وعملوا له توكيل بالاستلام. توكيل اهو تمام، استلام الاقامات في البوليس الفدرالي. دي رابع مره اجي فيها البوليس الفدرالي 60 كيلو عشان استلم الاقامات. وطبعا لازم احط العربيه في الجراج، وطبعا ال 60 كيلو 4 مرات تكلفه. فانا لما بقول لك على السعر ده كله ما بيروحش ليا او لجيبي، انا باخد هامش ربح بسيط جدا تمام. فسواء الدعوه او استقبال في المطار او تخليص ورق او اخد لك ميعاد في البوليس الفدرالي، ده كله انا بدفع 3/4 للعربيه لهنا للجراشات الكلام من ده. فانت ما تظنش ان انا باخد الفلوس دي كلها في جيبي، لا انا بدفع. يعني جيت دي رابع مره اجي البوليس الفدرالي عشان الاقامات في 60 كيلو كل يوم اهوت، في 60 كيلو كل يوم، يعني كل مره 60 كيلو زي الجراشات زي الكلام من ده. فانت لما بقول لك على سعر الدعوه واقول لك انا عاوز حقها، فاعرف ان انا ما باخدش الا حقي وبضمن فلوسي. ففي ناس كتير ما بتبقاش قد القول، وتخليني اعمل الحاجه وبعد كده ما تدفعش او تتراجع في كلامها. فعشان كده انا لما بطلب فلوسي اولا دي حقي تمام. فحكايه استقبال المطار والكلام من ده انا باخد عربون كلام عشان اروح لك المطار، فانا بمشي لك مسافات، فهمتوا؟ يلا بينا عشان نروح نشوف اللي هيحصل في البوليس الفدرالي ودعواتكم تمام. هنكمل الفيديو ان شاء الله واحنا ماشيين. المشكله بقى الجراشات اللي جنب البوليس الفدرالي دي غاليه جدا، يعني 100 ريال لو قعدت ساعه، قعدت 2، قعدت يوم تدفع 100 ريال. فتعرفوا الناس بتحسب تكلفه الخدمه شامله كل حاجه. فطبعا انا مش هدفع لك من جيبي واحط لك العربيه في الشارع عشان اخد مخالفه ب 300 400 ريال تمام. ادي المبنى اهوت، يا رب تكون طلعت عشان دي 5 مرة اجي فيها. يا مسهل. معانا التوكيل والاوراق. يلا على البوليس الفدرالي، معانا التوكيلات ومعانا حاجة الناس ان شاء الله يا رب استلمهم، عشان دي 5 مرة اجي فيها ما تكونش الاقامات طلعت. مبنى البوليس الفدرالي هنا اهو تمام. ادعوا لنا بقى عشان امشي كده هدفع من جيبي والله، جراج مسافات والكلام من ده. فيا مسهل، ربنا يصلح الحال ونستلم الاقامات. لو استلمناهم هتحضروا معايا كل حاجه دلوقتي. يا مسهل. دلوقتي داخلين على الشباك اهوت. يا مسهل الحال يكونوا طلعوا ان شاء الله. احنا دلوقتي واقفين في الصف اهو. يا مسهل. للاسف بيقول لك في مشكله في الناس اللي مقدمه في شهر 6 و7 و5. بيقول لك مشكله في التصنيع، في الفابريك المصنع. فقال عند نور، فانا هنجي لهم لسادس مره.
يا مسهل. ديت اللي احنا بنشوفه. بس عادي ربنا يستر. نقعد شهر كمان كده ونجي لهم بقى، يكون كده ايه مصنع الكاميرات ظبط الدنيا.